به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن له آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون.
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أغني عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكري وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين عشيتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون والشعراء يتبعون الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتشروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم الشيخ الفاضل يتفضل الشيخ الفاضل جزاه الله عن خير الشيخ مسيح وعلي بما أمده الله سبحانه وتعالى من علم وفائدة يفيدنا كذلك جزاه الله عن خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. الله أعظم درجات محمد وأناله فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتفتح بها علينا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أيها الجمع الكريم عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وجزا الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الدعوة الكريمة التي أتاحت لنا الفرصة للقاء هذه الوجوه المباركة في هذا المسجد الميمون الطيب، مسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أول من صلح وجهر بالقرآن الكريم من الصحابة، وكانت الآية التي قرأها سيدنا عبد الله بن مسعود هي سورة الرحمن، وضرب على ذلك ضربا شديدا من كفار قريش، ولكنه كان قويا في الله لا يخاف لومة لائم. وقد أحسن شيخنا إذ وصف هذه التلاوة بالتلاوة الجيدة العطرة التي أبان من خلالها شيخنا الشيخ رياض الجزائري عن حسن معانيها وجمال وروعة مبانيها، وكيف لا قد حباه الله تعالى هذا الصوت العذب الجميل، نسأل الله أن يبارك له فيه. وقد مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصحاب الصوت الجميل، فقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له سيدنا أبو موسى: لو علمتك تستمع إلي لحضرته لك تحبيرا، فإذا زينته لك تزيينا. وهذا الذي استمعنا إليه هو من تحبير التلاوة وتجويدها وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه مع جمال صوت يهابه الخلاق من يشاء من خلقه. الحمد لله الذي أسمعنا كتابه بهذا الجمال. وكنت إذ أستمع إليه كنت أبحر في هذه السورة العظيمة، سورة الشعراء، التي سميت باسم هؤلاء أو هذا الصنف من الناس والذين ورد ذكرهم في آخر السورة. والسورة سورة مكية، معناها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت من أوائل ما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. دليل أنه خطب فيها بخطاب عظيم، وهو قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني خاصة أهلك، ادعوهم إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني كذا، من قرابته وأهله وذويه، يا عباس، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت،
لا أغني عنك من الله شيئا. قام يدعوهم إلى الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. آيات عظيمة. ولو أردنا أن نجمل سياق هذه السورة العظيمة لجعلناها في أو مع نظيرتها من السور المكية. السور التي نزلت بمكة كانت تعتني بترسيخ الإيمان في قلوب أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترسيخ الإيمان وهم حديث عهد بالإسلام كان عن طريق تذكيرهم بأن الله الواحد لا شريك له، ومسائل العقيدة والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والبعث والنشور وذكر الرسالات والنبوات. وقد حرت هذه السورة جملة من قصص الأنبياء والأمم السابقين. كذب قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وانظروا إلى تعبير القرآن الكريم: كذبت قوم نوح المرسلين، رغم أن قوم نوح لم يرسل إليهم إلا سيدنا نوح عليه السلام. على ليدلك أيها القارئ السامع القرآن أن دعوة الأنبياء كلها واحدة، وهي توحيد الله عز وجل وعبادته وإفراده. ومن كذب رسولا فقد كذب كل رسل الله تعالى، ومن آمن برسول من رسل الله فمقتضى ذلك أنه يؤمن بكل رسل الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وذكر هذه الأحداث فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة العصيبة من دعوته المباركة، لأنه كان يعاني ما يعاني حين يأتيه خبر إخوانه من الأنبياء وما لاقوا من تدريب أقوامهم، فإنه يتسلى أنه ليس وحده في هذه الغاية وأنه عن الحق المبين. ثم يرى كيف أن الله تعالى قد أهلك الأمم التي كذبت أنبياءها، وكيف أن الله قد نصرهم على أقوامهم المكذبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإنه يثق في موعود الله عز وجل. وكذلك الحال بالنسبة لمن آمن معه، فيزيدهم ذلك إيمانا ويرسخ هذا الإيمان في قلوبهم بحيث لا يتزعزع إيمانهم مهما حصل لهم من فتن وإكراهات. ولذلك نجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد عذبوا عذابا شديدا وامتحنوا امتحانا عسيرا، ومع ذلك لم يرتدوا عن دين الله تعالى ولم يتنكبوا طريق الهدى. وهذا لنا جميعا إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرضوا لهذا البلاء المبين، فكيف بنا نحن اليوم في ساعة عيش والحمد لله رب العالمين من علينا ببلد طيب مبارك مسلم. كيف بنا نترك الخير كله الذي ورثه لنا آباؤنا وأجدادنا، ثم نتبع سبيل الشياطين ونترك سبيل الله تعالى وطريق الجاهل. ما كان هذا ديدن آبائنا ولا آبائهم ولا آباء آبائهم إلى بداية الإسلام، فلا بد لنا أن نعرف طريقنا وهو طريق الله تعالى المستقيم، وأن نثبت عليه كما ثبت عليه
ذلك الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يحيل الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك يؤكد قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. يعني هذا القرآن مذكور في كتب الأولين السابقين في التوراة والإنجيل، كلهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بأوصافه وأخلاقه وشمائله، ولكنهم كذبوا وتنكروا عن الطريق المستقيم. ولعظم هذه الأمانة، لعظم هذه الأمانة، أمانة الإسلام وأمانة القرآن خاصة، حذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتنكب عن هذا الصراط. قال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هل يعقل أن يخاطب الله تعالى سيد الخلق وأحبهم إليه وأكرمهم عليه أن يخاطبهم بهذا القول، أن يقول له: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين؟ أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو دعوت مع الله إلها آخر فإني سأعذبك. قال علماء التفسير: ما كان في القرآن الكريم من مثل هذا الخطاب فلا بد من صرفه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل: ما كان في القرآن من نداء إلى النبي صاحب البشارة فكل بيك وافهم الإشارة إياك يعني وافهم يا جار. كما رأيتم معي هذا، ونظيره كذلك في القرآن الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا كذلك، ولكن المقصود أن يشير إلى عظم الذنب، سواء هنا في سورة الشعراء، وهو إشراك مع الله تعالى، والإشراك يعني يعرفه العرب جيدا الذين كانوا منخمسين في عبادة الأوثان، الذين كانوا يتخذون مع الله شريكا، يعلمون قبحه وشناعته، كيف أن الله هو خلقهم ورزقهم وهم على شركهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. يعرفوا أن رب العالمين هو خلقهم، لكن ما يعبدوا يديروا الصنم ويسجدون له ويقولون لبيك اللهم هبل اعلو هبل. لا، بل العلو لله تعالى والعظمة لله ولا إله إلا الله. ولذلك قال هنا لأنه ناسب ما ذكر من قبل ذلك من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا لأقوامهم بتوحيد الله ونبذ ما دون ذلك من شرك. قال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليتنكب طريق الحق ولا ليتخذ من دون الله شريكا، ولكن أراد المولى عز وجل أن يبين بهذه الآية قبح هذا الصنيع الشرك، وأراد مع ذلك أن يقبح فاعله، وأراد أن يثبت العقوبة العظيمة التي تنتظر من يشرك بالله عز وجل وهو يعلم أن الله عز وجل خلقه. فالله خلقهم ورزقهم وأمدهم ورحمهم وأنعم عليهم، ثم هم يصرفون شكرهم
وثناءهم وكل شيء جميل إلى غير الله تعالى. هذا الذي لا يرضاه الله عز وجل، حتى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذا هذه السورة أيها الأحباب الكرام ترسخ في قلوبنا الإيمان واليقين بالله عز وجل، وترسخ حبنا لله عز وجل وحبنا للقرآن وتعظيمنا له، لأنه تنزيل من رب العالمين نزل به جبريل عليه السلام بالكيفية المعروفة المسماة بالوحي. والوحي كان يتنوع، تارة يأتي جبريل على هيئته فيلقي هذا القرآن العظيم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أثرا عظيما، كما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها ووصفت نبينا الكريم بأنه كان يتعرض أو يعرق في الليلة الباردة، وكان يأتي في بعض الأحيان على هيئة رجل، وكثيرا ما كان يأتي على هيئة سيدنا دحية الكلبي رضي الله عنه، فيخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي بالقرآن الكريم الذي نزل طيلة مدة لنبوته عليه الصلاة والسلام 23 سنة، كان يأتيه منجما مفرغا على حسب الوقائع والأحداث وعلى حسب ما يسأله الناس، فيأتي سؤال من الناس فيأتي الجواب من الله تعالى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن القرنين، إلى غير ذلك من الأسئلة التي كان يجيب القرآن عنها وينزل في حينها مجيبا للناس عن أسئلتهم وعن فتاواهم وعن كل ما كان يعرض لهم في حياتهم. وهذا من إعجاز القرآن الكريم أنه نزل بهذه الكيفية المفرغة المنجمة، كذلك ليثبت به الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب من حوله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بهذا الصنف من الناس الذي سميت بهم هذه السورة، وهم الشعراء. والشعر ضرب من الكلام له نغمة وله رنين وله موسيقى كما يقولون في الأذن، فلذلك يطرب به من يستمع إليه. وهذا القرآن الكريم جاء فيه هذا النسق من الكلام، ولكنه ليس بالشعر، وما هو بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولكن فيه شيء من هذا الرنين، هذا الكلام أو هذا الجرس وهذا الإيقاع، لأنه أكثر تأثيرا في نفوس المتلقين وأسهل لحفظه، فجاء هذا النوع من الكلام الذي لم يكن للعرب قبل به ومعرفة به من قبل، فتعجبوا هل هو نثر أم شعر؟ بل هو قرآن مبين نزل بلسان عربي، ولذلك تحداه أن يكتب ولو بسورة صغيرة مثله. وبقي التحدي من لدن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، بل إلى أن يرث الله الأرض عليها وهي هذا أن يأتوا بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله ولن يستطيعوا أبدا. بل تحداه وافتتح كثيرا من صوره
بهذه الحروف المقطعة التي تلفظ بمسمياتها: ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد حاء ميم عين سين قاف. يقول له: إن القرآن الكريم مكون من هذه الحروف التي تنطقونها، فأتوني بمثلها ولا يستطيعون ذلك أبدا. وإلا القرآن الشعراء الذين ذكروا هنالك فيهم أنواع. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. حسان بن ثابت رضي الله عنه كان شعره يعادل جيشا من جيوش المسلمين. كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كلامك أوقع فيه من السيف، يعني يضرهم أكثر مما يضرهم القتل بالسيف. وكان يقول له: جهل وروح القدس معك، كأنه قال: إن روح القدس ينفث فيك نفحة روحانية ربانية من وحيه لتقول لهم ما تقول، فيلهمهم ذلك الكلام الرباني الذي يعني تقوله له. هذا حال هذه، فيزيدهم بهذا كذلك إيمانا ويقينا. فنحمد الله تعالى أن خصنا بهذا القرآن، ونسأله سبحانه أن يرزقنا حسن الاستماع إلى القرآن والانتفاع بتدبره وآياته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. على هذه اللمحة، على هذه الالتفاتة، وهذا الإضحاء في هذه السورة التي قرأها شيخنا رياض الجزائري، فقد أجاب وأفاض وأفادنا بما لم نكن ربما نعلمه ونعلم تفسيره ونعلم مدى إعمال ما يهديه القرآن في هذه السورة. وللعلم أيها الأحبة في الله أن هذه السورة وهي سورة الشعراء إنما جاءت بالاختصاص، تختص أو تميز أو للتمييز بين الشعراء كما قال الأستاذ الفاضل الكريم، بين الشعراء وبين من هم غير الشعراء، لتميز بين القرآن وما هو من الشعر. وقول الله سبحانه وتعالى في حكم التجديد في هذه السورة الكريمة: والشعراء يتبعهم الغاوون، أي بمعنى الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن. الشعراء يتبعهم الغاوون هم معناه كفار يتبعهم من ضلال الإنس والجن. لقد جاء سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وكعب وعبد الله بن رواحة ثلاثة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا له: إنا نعلم أو أن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا شعراء، فهل هذه الآية نحن بها مقصودها إلينا؟ فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. معنى الاستثناء استثناء القرآن الكريم. فجزا الله عنا شيوخنا الأفاضل والأكارم. الشيخ الفاضل يقول لكم: هل من إنسان عنده سؤال خاصة في مجال التجويد، يعني سؤال أو فقهي وخاصة في مجال التجويد؟ جزاه الله. في مجال التجويد وخير القرآن، يعني السؤال. وشيخنا طبعا نزيد نكمل وش نكمل. خلاص تبارك الله يعني الشيء اللي لكن ايش ممكن حاجه ناخذها تفاعليه كما يقال. مرحبا سيدي والا تصبر يا بارك القرآن الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه: ورتل القرآن ترتيلا. وحين سئل الإمام علي
رضي الله عنه من أعلم صحابة رسول الله كما لا يقع الشريف بكم، قال له يا أمير المؤمنين ماذا يقصد ربنا بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا؟ هذا أمر صح. وقال في القرآن الكريم ورتلناه ترتيلا. شوف ربي يقول عن ذاته العالية ورتلناه ترتيلا، وقال لنبيه ورتل القرآن ترتيلا. معنى قوله تعالى ورتلناه ترتيلا أي أنزلناه على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية التي تسمى الترتيل. وهذه الكيفية التي نزل بها القرآن هو الذي أمر بها الله رسوله أن يقرأ القرآن بها، والصحابة أرادوا أن يعرفوا كيف ما صفة هذا الكلام الذي قاله الله أمره أن يقرأ به القرآن. قال يا أمير المؤمنين ما معنى الله تعالى ورتل القرآن؟ فقال يعني بأن هذه كلمة يعني أمرين. قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ما معنى التجويد؟ يقال جود أي أحسن. ما معنى أحسن؟ هذا الكلام الآن في القرآن هو إخراج أو إعطاء كل حرف مستحقه ومستحقه. الحق مع الحرف هو حقه ثابت. كيف تعرف بالحق الحرف ثابت؟ العرب تسكن الحرف بالسكون هذاك ودخل عليه الهمزة، فتقول مثلا أم في الميم، تقول أم لساكن وتدخل. فلما تدير ساكن وتدخل يميزوا أم، يقول أنا ربي ما طقت الميم حتى غلقت الشفتين تاعي، صح ولا لا؟ أطبقت الشفتين، إذا يقال مخرج الميم من الشفتين بإطباقهما، ولا يتأتى نطق الميم بدون إطباق الشفتين. كيف واحد يقول أم يعني مستحيل. لكن الزمخشري هذا واحد من علماء التفسير يقول وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلمون، فمذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام فأفلح وأعلم. الفالح العالم في لغة العرب هو مشقوق الشفة العليا والسفلى، فشبه مدركه في زمانه بندرة نطق الميم عند مشقوق الشفتين. ثم تجيب ولنا صح أنا عرفت كيف خرجت وش في هذا الميم؟ قال أم قال تشبه من حاجة قلنا خلصت معاه صح ولا لا؟ هذه الميم ما فيهاش غير الشفتين فيها غنة، وهذا حق الحرف. قال لما نطق الميم نطقها بهذه التكسير. قال لما هي الحروف على المستحق بمعنى حقها حاجة وتحولت حاجة أخرى. مثلا أنا نقرأ اللام نقولوا لا هكذا، فإذا نسي نقول الله شوف اللام هنا يعرف الجلالة لما تخلصها تسمى لام مغلظة، فهذا حق مستحق الحرف أن يغلظ في حالات معينة. ويجي هذا العلم اللي يقرأك ويوريك إذا تنطق الحرف الفلاني الكيفية الفلانية وإذا تنطق الحرف الكيفية الأخرى. على كي لما يعرفوه هو علم بكيفية أداء الكلمات القرآنية. فهمت الآن المقصود؟ فمعرفة الوقوف هذا الترتيب. قال التجويد هو تجويد الترتيب وتجويد الحروف ومعرفة الوقوف. القرآن تقرأ لازم تؤدي المعنى الذي أراده الله عز وجل. أنت لما تقرأ قصة سيدنا يوسف عليه السلام تقرأ تقول مثلا
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. مفهوم ولا مش مفهوم؟ خلينا يكون المتاع تاعنا الحش تاعنا ورحنا باش نلعبوا ولا نرتاحوا منها ولا تيجينا وين الذئب فهم. هذا اللي أردنا أن نقوله ولا لا؟ الآن لما يجي واحد يقرأ ويقول لك قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وش معنى هذا؟ معنى يوسف عليه السلام كان هو الذي. إذا نقول أنا آفدت بوقفي هنا واحدة من الزوج، إما أفسدت المعنى بمعنى أفسدت المعنى يعني أدخلت على المعنى ما ليس منه، بدل المعنى تاع الآية تاع مراد المولى عز وجل من الآية. وإما نقول نوقف على ما كان هذا الوقف يكون ما عنده حتى معنى لا يؤدي أي معنى. مثلا نقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وتوقف على إياك حتى تفيد الحصر إياك نعبد لا نعبد سواك، وتفيد إذا قلت إياك ماذا؟ إياك يلقاه في يوم مكتوب قال له إياك أن تتكلم بالمعنى. شفت أهمية الوقف العربي؟ لازم نعرف هذا هو الوقف، أهمية الوقف، وبالجمع بين هذين بمعرفة نطق الحروف وبمعرفة أين يقف الإنسان. كلمة تقاوم صرف عمرك تقاوم صرف وما فيش علامة الوقف، لا بد تلقى فيه علامة الوقف. وحاولوا يتفق معنا المشايخ عندهم اصطلاحات تاع الوقف، تلقى فيه الجيم هذا الجيم الصغيرة معنى الوقف جائز، تلقى فيه الصيري الصاد بالله والسلام معناتها جواز الوقف مع كون الوصل أولى، بمعنى جواز الوصل مع كون الوقف أولى، الميم بمعنى الوقف لازم، وهكذا. وإحنا عندنا في الجزائر عندنا المصالح تاعنا قصار ولا صاد هذه هو اختصار لاسم فعل الأمر صاد إذا وقف حبس النم. نزيد على بعدها مع الكتب والقرآن. احنا هذا ما كنا نقرأ القرآن تاعنا بسبب ما نشرح نقرأ الكتب الأخرى. كان نقرأ القرآن الإنجيل نخبر على كيفية ترتيب القرآن. احنا عندنا كتب أخرى ولا شك حتى هي لما تروح تشوف المسيحيين فيقرأوا الكتب الأخرى تاعهم بطريقة فيها لحم. طيب كيف حاجة خطيتنا نصح شوية أكثر الله يبارك كما سورة الفاتحة عليهم ولا الضالين، عليهم السكون الكثير يغفل عن إظهار السكون عليهم ولا الضالين. صح. شوف احنا جبنا مثال الميم، قلنا الميم المخرج تاعها منين؟ الشفتين امين ايضا اللي بعدها سوى حرف واو عليه موالى. الواو منين المخرج تاعها؟ من الشفتين كذلك. لما كان المخرج تاعها حدا الواو حدا الميم كان يخشى على الميم ان تختفي مع الواو، فجاء التحذير للقراء أنهم إذا قرأوا أن يظهروا أو أن يعتنوا بإظهار الميم بمزيد عناية. فقال مثلا الإمام الجمزوري سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى في متنه تحفة الأطفال قال وحدة بدا ومن وباء وفاء تختفي قال لقربها والاتحاد فعلها. الميم والفاء مقرب منها. فلما القرآن ما تقبلهاش الفرق بين اللي يشرح عليهم ولا بس
معظم الناس عند قراءة القرآن سبحان الله الناس يقرأ الإنسان في مسجدنا الكتاب يقرأ سرا هذا السر تاعك ما يدخلش الإنسان يكون يقرأ في الكتاب مثلا هو في المسجد صلاته يقرأ في الكتاب لماذا قراءة السر دائما تكون بدون ترتيب ما يقدرش يجيب الحكايه تاع التلاوه في السر. واحد يقدر دائما يكون السر دائما تكون بدون ترتيب الا من اوتي السر. لا يعلمها الا من اوتي السر. اما الذين بحالنا بارك الله فيك شيخ. أنت عليه أستاذنا الفاضل والمخرج جزاه الله عنه قرأ عليهم وقرأ عليهم وعليهم الفرق بينهما. السؤال الثاني الذي تقرأ هذه تعالى ما لك لا تاملنا على يوسف كيف تقرأ؟ نعم. ثم السؤال الثالث كما قال شيخنا كذلك قل الله احد الاحد والسحر الذين صح. كلنا نشرب على النبي صح. هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في سورة الفاتحة في الشاطبية قال قراءة السبع قال يقول عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا ومفصلا. أو جاوب من هذا الإمام الشاطبي قال يعني القراءات السؤال تاعك اللي تقصدني عليه على التجويد هو علم بكيفية أداء الكلمات يزيد عليه القراءات كما قال شيخنا يقول العلم بأداء كلمات القرآن خفافا واختلافا مع عزف الناقل كل قراءات فحمزة بن حبيب السيد هذا قراءة جميلة فيها السكت فيها الإمالات فيها قراءة حنشبة يعني مع وواضح قراءة مع جمع التحقيق الذي يقرأها الشيخ الرياض وهي قراءة اختص بها أهل الكوفة. قرأ بها حمزة رضي الله عنه وارضاه قرأ بها عن الأعمش عن غيره من القراء إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن نزل بها كما القرآن الكريم لما نقول قراءة حمزة قراءة ورش ورواية ورش ولا حفص ولا هذا حفص ما كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يعرفوا كانوا مازال يعني نسبة القرآن إليهم هي نسبة الاشتهار. قال والله إنه هو المسجد مثلا مسجد في مكان معين مثلا قال مثلا في أدرار كان مسجد مثلا وسط المدينة والمسجد العتيق ولكن اللي اشتهر فيه هو الشيخ الكبير راجل الشيخ محمد الكبير هذا أما الناس فيه مدة طويلة حتى صار ينسب هذا المسجد يقول أنا راح نصلي في جامع الشيخ صح ولا لا؟ فإذا إذا اشتهر الإنسان شهرة فائقة قد ينسب المكان إليه وهذه القراءات نسبت إلى أصحابها نسبة اشتهار واختيار اختاروا هذا قرأوا بزاف الأمور اختاروا وجه من الأوجه الجائزة بشروطها المعروفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نزل بها القرآن الآن لماذا واحد في الدنيا ما يقدر يخبرك لماذا نزلت عليهم وعليهم حتى واحد في الدنيا ما يقدر يقول لك لماذا نزلت مالك يوم الدين وعلى مالك يوم الدين كاش يقدر يوجه يقول لك معنى مالكي ومعنى مالكي يقدر يوجه النحو لغويا يقول لك مثلا معنى النطق عليه وعليه مثلا كيف يعني نفس الشيء. فبالتالي هذه خلافات وإن ما كان في القرآن إذا كنت تقرأ هذا الرواية أعظم فيه. بالنسبة لسؤال
شفنا بالنسبة لسورة يوسف عليه السلام لما نقرأ قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا، هذه أصلها ما لك لا تأمننا هكذا، فورش يبدل الهمزة ألفا تامننا، ثم يأتي الخلاف في تامننا هذه يعني هذه الصفة الكيفية الأداء متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قراءتنا قراءة نافع سواء برواية مرشد أو قالون اتفق عنه الإمام ابن مبرر رحمه الله يقول في دور الجوامع واتفقا أي شقر واتفقا بعد عن الإمام كل إمام هو نافع واتفقا بعد عن الإمام في سين سيئة بالإشمام ولن تأمنا أي بالإشمام كذلك. قال ولن تأمنا وبالإخفاء أخذها له كل الأداء. ما معنى هذا الكلام؟ الإشمام هو أن يبدأ في هذه أن تبدأ بالضم، يعني تقول سيئة تقول عنها سويئة تبدأ بها ضمة خفيفة مختلسة تنكسر، وهذا يسموه الشيوع. وكاين مذهب آخر اسمه الإفراز. الإفراز هو أن تنطق كما هذه الفرنسية فتقول سوء، يجوز هذا سوء ويجوز أن تقول سويئة. هذا وجه الجمع في سيئة. قالوا اتفقا عن الإمام في سين سيئة بالإشمام، يعني سيئة وسيئة، يعني كاين في القرآن سيئة وسيئة. نعم في تبارك في المنى ولن تأمنا كذلك اتفقا في أدائها عن الإمام نافع. كيفية؟ اتفقا عنه بالإشمام، فتقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. كل شيء في الفلك. الشيخ رياض ما شافنيش كما حسني نقراها نورمال عادي، غير اللي شافني فيكم اللي كان قدامي شافني مني ما خفيتش فيه الشفتين قلت تامنا. وكان يغطيكم لي هكذا يحسبوا لي تتامنى عادي، لكن هذا الإشمام بدون صوت، لكن قالوا الضرير لا يراه كيف ما يشوفوش، بصح اللي يشوف يكون مبصر هذا يشوف هذا الإشمام هذا وجه ما لك لا تأمنا على يوسف. مفهوم ولا لا؟ هذا وجه. والقراء كلهم متفقون على هذا الكيفية إلا واحد فقط اللي هو أبو جعفر المدني يزيد بن قعقاع وهو من شيوخ نافع القراءة بدون إشمام. الوجه الثاني وهو الوجه المقدم عندنا في الأدب، قال واتفقا بعد عن الإمام في سيئة الإشمام ولن تأمنا. قال وبالإخفاء. الإخفاء هذا هو الذي يعبر عنه بالروم. ما معنى الروم؟ وهو أن ينطق الإنسان ببعض الحركات. الروم يخطف أو يخطف بجزء من الحركة، ملا بل يخف على روحكم ما لك لا تأمنا على يوسف. فقط هذه الجملة على كلمة تشوفوا في الرسم القرآني في المصاحف القديمة تاعنا، ماشي في هذا الإنجيل تاع المشاريع تسموه فيها شك، اسمه الشك فقط. الله يفتح عليك. تسموه فيها شك في كامل النون الأولى ما تسموهاش نون كاملة مقصودة. يجي الخطاب واش يدير؟ بالقلم تاعو القلم هذاك يشقها يبقى أكثر كيديرو يديرها مايلة هكا،
ماليش نون كاملة، نون مختلسة يعني خيط. هذا هو السياسي هكذا. أستاذ يعني كفوا أحد، كفوا أحد هذه انفرد بها حفص عن حفص. كفءا أحد أو كفءا أحد هذه تحت تفسير حمزة، وكفوا أحد عرش هذه. أستاذ اسمح لي على كل حال، ليس على مثلا هذا الترتيب تبارك الله عليه، ولكن منين عطاوه فرصه الاذان اسمح لي سؤال يكون غريب، هل نقول الاذان فيه ترتيب؟ هل الاذان مبارك اللي داره هو تبارك عشت الأذان مثلا هو هذا عشت الأذان تعشر هل هذا هل الترتيب في الاذان؟ لا أرضي مرتين القرآن هو الأذان هو معجب. هذا الأذان يعجب على صوت الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف كاين واحد الصحابة شاف الأذان، شاف ألفاظ الأذان. شاف الرد نام فينا ربي ألفاظ الأذان. المسكين كان مهموم كيف نديروا الناس في الصلاة نجيبوهم كيما المسألة فقهية الشيخ كيف عايز ما شبر الشيخ يقول الشيخ يقصد مطلع. كاين هذا الاختلاف. اسمع شوف الأذان، ألفاظ الأذان جاء هذا سيدنا أبو محمود جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قالوا هذه شوف الألفاظ الأذان كذا كذا. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما قالوش لا ولا صحيح، قالوا روح هذا الشيء يشوف هل الكلمات الآدمية هي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا روح لقنها بلال اللي هو وليد سيدنا الشيخ رياض الجزائري، قالوا لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا، لا أندى صوتا يعني عنده صوت نزيه صوت جميل. من ذاك الوقت بدأت حسن التغني بالأذان، يعني يعطى الأذان الإنسان يعرف يجود الألفاظ. لما نقول يجود بالمعنى العام اللغوي مش بمعنى الاصطلاح تاع القرآن. فهمت الآن؟ الأذان لا يساوي ترتيب. مع مش شرط. هو قلنا يسوي سمع حسن الصوت. هذيك أندى هذا هو الترتيب تاعي. خلاص؟ مازيش تقسيم. الله يقعد. شرف يا مبارك. نسمع الشيخ على الله يحفظك. الله يبارك فيك. رياض الله فيك. جعلنا نسوق. لأن الناس ما تجاوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. وبارك الله فيكم مشايخنا الفضلاء الكرام الشيخ رياض الجزائري على هذه التلاوه العطره والجميله بارك الله فيك وبارك الله كذلك في شيخنا واستاذنا الدكتور نسيم عليلي على هذا الدرس القيم وعلى هذه الاجابه الطيبه والجميله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها لهم في ميزان حسناتهم اللهم اكتب بها ميزانهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم افتح عليهم واشف العارفين اللهم بارك فيهم بارك لهم وبارك عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زدهم من فضلك واحسانك وعلمك وادبك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين كذلك بارك الله في الحضور الكريم جزاكم الله عنا كل خير اسمحوا لنا على هذه الاطاله بارك الله فيكم كذلك تابت جمعيه مسجد عبد الله بن مسعود جزاه الله عنا كل خير وجزا كل المسلمين هذا إلى أن يكرم مشايخنا الفضلاء بتدريبات رمزية متواضعة فجزاهم الله عنا كل خير.